عمان مازن لا صفقة مع إيران. ماذا يعني الأمر لبرميل النفط في المرحلة المقبلة؟ صحيح زين، احنا لاحظنا كان هنالك تحسن او يعني تحسن لبرميل النفط الحقيقي خلال الايام الماضيه من التراجع الى مستويات متدنيه 103 دولار الحقيقه لنفط برنت، لكن تحسن مع عدم هنالك اتفاق بين الغرب وايران فيما يخص الملف النووي. تحسن بما انه هنالك تاجيل عمليه رفع العقوبات الجزئيه على ايران وضخ مليون برميل إضافي إلى الأسواق العالمية، وبالتالي ارتفع إلى مستويات 107، ولكن بدأ التراجع بالأمس واليوم تقريبا إلى مستويات 105، طبعا مع وجود توقعات في ارتفاع المخزون الأمريكي من النفط. وبالتالي كان هنالك ضغوطات إضافية اليوم أدت إلى تراجع إلى مستويات 105 تقريبا. وأبقى مع مازن في عمان. جولدمان ساكس يرى الذهب عند 1150 دولار الأونصة في 2014. ما رأيك؟ طبيعة الحال احنا لاحظنا كان هنالك ايضا ارتفاع وتحسن للذهب قبل حوالي اسبوعين ووصل الى 1350، ولكن بعد ذلك الحقيقة تراجع بشكل كبير. احنا بنتكلم عن 4 جلسات تراجع بحوالي 4%، ووصل بالامس الى 1260 تقريبا. وطبعا هنالك تكهنات وتوقعات بأنه المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سوف بنهاية العام الحالي أو حتى بدء الربع الأول من العام القادم أنه هنالك توقعات بعملية سحب خططه فيما يخص التحفيز النقدي في الأسواق الأمريكية، وبالتالي نقص السيولة وانعدام جاذبية المستثمرين فيما يخص السلع وحتى الأسهم اللي هي شديدة المخاطرة بشكل عام. إلى نور في أبو ظبي.